اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا نيفين المغربي. قال لي انا بالظبط قال لي انا بالظبط انا خلاص انا رايح لفايد. انا عايزه محمد سلطان بالنسبه لي كده 20 25 سنه يمكن اكتر. هو ابويا وامي وعيلتي كلها وانضف بني ادم واحسن بني ادم وانقى وارقى بني ادم قابلته في حياتي. كان راقي في تعاملاته مع الناس كلها. الناس كلها كانت بتحبه وكانت بتحترمه وكان على طول بينصحني. كان حافظ القران وحديث وكان يا ريت اتمنى ان كان بيشرح لي على طول بيقول لي القران كذا اعمل كذا 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 كان بيعتبرني بنته. هو عنده اولاده توأم دكتور عمرو ودكتور طارق وهم دكاتره في فرنسا. فبيقول لي انا عندي طارق وعمرو وعندي نيفين وعندي نانسي حفيدتي. نانسي دي بنتي. فهو كان بيحبها جدا وتملي على طول بيوصيني عليها. ف بيقول لي ده بيتك في اي وقت تعالي وبيتي مفتوح ليك ولو عندك اي مشكله قولي لي، محتاجه اي فلوس قولي لي، نانسي محتاجه حاجه قولي لي. منفعله من شويه. انا منفعله عارفه هقول لحضرتك ليه؟ فين الناس اللي هو اكتشفهم؟ هاني شاكر ولا محمد ثروت ولا غيرهم ولا غيرهم ولا غيرهم ولا غيرهم؟ فين دول؟ انا زعلانه. كنت بتوقع اروح الاقي البيت زحمه مش ما فيش موضع قدم. احنا اهو عند عمر مكرم ولسه لا صلينا عليه ولا دفناه. ما حدش جه. ما حدش جه. وهو كان زعلان وكان حزين. كان حزين يا جماعه، كان حزين وبيقول انا ما حدش كان بيسال عليا. اللي وقفت معاهم واللي هو كان متواضع عمره ما كان بيتكبر يقول انا لا. كان طبيعي جدا وطيب وحنين وجدع وشهم ومتواضع. ممكن ياكل مع الناس الغلابه، ممكن يقعد على الارض وياكل على الطبليه. فاهمني ازاي؟ فبيقول لي ما حدش فيهم بيسال عليا ليه؟ كان بيبكي. كان بيبكي ما كانش حد بيسال عليه. طبعا لازم اسال عليه ولازم اتضايق علشانه. يعني محمد سلطان ده قيمه وقامه. انسان وفنان وتاريخه معروف. احكي لنا يا فندم على لقائك الاخير معاه وهو معاملته ليكي. هو حبيبي ابويا. يعني بيقول لي انت بنتي وحبيبتي وانت الوحيده اللي بتسالي عليا انت وبنتك. يعني ما حدش بيسال عليا. وعلى طول كان يكلمني تعالي انت ما جيتيش ليه؟ عايزه تاكلي ايه يا حبيبتي؟ اقول له يا حبيبي اللي انت هتاكل منه. قال لي لا انا عارف بتحبي الفراخ بتحبي مش عارف ايه. قلت له يا حبيبي اللي موجود الجوده بالموجود. فيقول لي تعالي اغيب عني تكلمني. يخلي حد يكلمني من البيت. الاستاذ عايز اجري له. مين النجوم اللي بتعدي عليهم عدم حضورهم؟ كلهم. محمد ثروت، هاني شاكر، كل الفنانين، نبيل عبيد، ناديه الجندي، كلهم. انا ناسيه اسامي لان طبعا انا مصدومه. النقابه يا فندم. لا النقابه على فكره امبارح جم. استاذ مصطفى كامل جه واستاذ اركان فؤاد وحلمي عبد الباقي وكلهم جم بصراحه امبارح بالليل. قعدوا وظبطنا الدنيا وعشان نشوفوا هنعمل ايه وكده. بصراحه لا ناس محترمين بصراحه. انما الباقي كله بعمل عليهم كروس علامه اكس وبلوك لان هو كان زعلان وكان بيبكي ان ما كانش حد فيهم بيسال عليه. هو قاعد فتره مريض يا فندم ولا؟ لا يا فندم انا اللي برد. اتفضلي. مش فاهمه في ايه. انا اللي بتكلم. يا نجوى سوري والله العظيم ما واخده بالي. والله مش واخده بالي. على فكره انا عايزه اقول لكم تعالي مدام نجوى دي جارته. معلش تقول كلمه. ماشي هسجل معاك. هسجل معاك يا فندم. سوري يا نجوى معلش مش واخده بالي. معلش السؤال كان ايه؟ ايامه الاخيره هو كان مريض بقاله فتره. المستشفى لا هو بابي سلطان يا حبيبي ما كانش عيان خالص وعمره ما اشتكى من حاجه. اللي هو كان بيحافظ على صحته وبيحافظ على شكله. فطار غدا عشاء بنظام. ما كانش عيان خالص. لغايه اخر لحظه كان بيدخل الحمام وبيتوضى وبيصلي وبيتكلم معانا وماشي على رجليه زي الفل. ما فيش اي حاجه خالص. بس هو اليوم ده انا ما كنتش موجوده في اليوم ده. اللي الخبر بالليل بقى من حد قال لي يعني. فبسال في البيت ايه اللي حصل له. فهو كان اتغدى عادي
وهو عنده قطط، بيحب قوي القطط، وكانوا ياكلوا معانا على السفره وبتاع ومش عارف ايه، وكان هو ينسى نفسه وياكل القطط. يعني هما بيقولوا لي في البيت يلا كل يا استاذ وكده، فبيقول لهم لا مالكوش دعوه بيا انا بقى، زي ما يكونوا بيقول للقطط ويودعهم انا اخر مره هاكلكم. فاهم ازاي؟ فهو ما كانش عنده حاجه خالص، هو دخل يعني ريح شويه كده، بعدين لا يعني مش قادر ياخد نفسه وصدره يعني تعبان، فودوا له المستشفى، جت عربيه الاسعاف ودته المستشفى، فكشفوا عليه فهو توفى وهو رايح يعني، فجات له يعني سكته قلبيه يعني، ما فيش حاجه خالص، ولا اشتكى من حاجه ولا كان بيتعالج من حاجه ولا اي حاجه خالص. والسوشيال ميديا توفى محمد سلطان بعد صراع مع المرض، بعد صراع مش عارف صراع ايه وزفت ايه. ده المفروض الاعلام الصحفي ولا الاعلامي يبقى امين على الكلام اللي بيقوله. انت تعرف ايه عنه عشان واي حد يموت بعد صراع مع المرض، بعد صراع مع المرض، هو في ايه؟ في ايه؟ فهو يا حبيبي اخر مره حتى يعني قابلته من اسبوع 10 ايام، كنت في البيت عنده بتغدى معاه، برضه رحت له تاني كلمني في التليفون هتيجي امتى وبتاع، قلت له هاجي لك يا حبيبي وبتاع. فكان حنين جدا وكان طيب جدا وكان متواضع جدا مع الناس كلها، انسان راقي ابن ناس، عمره ما غلط في حد ولا شتم في حد ولا عاب في حد ولا على صوته على حد. كلمة وداع يا فندم. افندم؟ كلمة وداع أخيرا للفنان. هتوحشني يا بابي، هتوحشني هتوحشني، ان شاء الله هقابلك قريب وهجيلك، وعمري ما نسيتك وعمري ما هنساك. انا زعلانه طبعا ان مفيش حد جالك، وانا عارفه انك حاسس بيهم، بس ان شاء الله انت دار الحق باذن الله، وهتوحشني قوي قوي قوي، وربنا يثبتك عند السؤال وهتبقى في الجنه ان شاء الله باذن الله، والله يرحمك يا حبيبي. الله يرحمك.